سبحت لله في العش الطيور. سبحت لله في العش الطيور، تشبه الأنوار عطرا للزهور. سبحت لله في العش الطيور، تشبه الأنوار عطرا للزهور. الندى من فيض من وهو أيضا صنع من. الندى من فيض من. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وانتوا بتشوفوني النهاردة. عاملين ايه؟ وحشني كتير من الفيديو اللي فات. النهارده جايه لكم بفيديو جديد وبيوم جديد، بس يوم مش زي اي يوم، والروتين النهارده بتاعي مش زي اي روتين. انا عايزاكم تستعدوا معايا كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده، وتقوموا اعملوا كوبايه شاي بالنعناع او تعملوا كوبايه نسكافيه، وتعالوا بقى اتفرجوا معايا على الروتين دوت. انا متاكده لو فيكي كسل الدنيا النهارده بعد الروتين دوت هتقومي، لو انت مأجله اي حاجه في الشقه هتقومي وتعمليها بعد الروتين دوت. طبعا بصوا النهارده بقى انا عندي معركه جامده قوي في الاوضه ديت صراحه. دلوقتي هوريكم كل حاجه، اصبروا بس عليا، هوريكم كل حاجه بعينيكم، هوريكم المنظر الاوضه النهارده عندي عامله ازاي. بصوا يعني انا كنت محتاجه احط صوره على الغلاف من بره، او كنت محتاجه ان انا احط صوره الفيديو من بره قبل وبعد. يعني صراحه الاوضه ديت كانت عندي بتنهار، يعني شكلها كان سيء قوي من كل حاجه، يعني من الدولاب بقى لتحت السراير لفوق الدولاب لكل حاجه. دلوقتي هتشوفوا معايا المنظر عامل ازاي عشان تعرفوا ان انا مش بتبلى على الحاجه يعني، ولا انا بعمل الحاجه وهي نظيفه. طبعا انا حابه ان انا اصور لكم كده الحاجه، يعني حابه ان انا اصور لكم الحاجه قبل وبعد عشان تشوفوا المنظر عندي عامل ازاي. مع ان طبعا انا بشتكي على طول من التراب، ويمكن في ناس ما بتصدقنيش ان انا بيبقى عندي كميه التراب ده، او بتحسوا ان انا اوفر شويه او ببالغ شويه. لا والله العظيم انا مش ببالغ ابدا، فعلا بكميه التراب عندي بحس ان انا الشقه عندي غير اي شقه بتاعت اي حد، يعني عندي التراب صعب قوي. ومع ان كمان يعني العماره عندنا بيبقى فيها توضيبات وكده، ربنا يوسع على الناس كلها ويوسع على الجميع يا رب. بيبقى فيه توضيبات يعني للشقق وكده، فطبعا بقى تكسيرات بقى والتوضيبات وكده ده كله بقى كمان بيعمل لما عندي تراب صعب قوي صراحه. يعني فعلا بيبقى كل شويه محتاجه ان انا انضف، ومحتاجه ان انا اروق، ومحتاجه ان انا ايدي تكون في الحاجه على طول. برغم ان انا طبعا انتوا بتشوفوني وبتعيشوا معايا يومياتي يعني، او بتعيشوا معايا روتينات على طول، وبتشوفوا ان انا والله مش بأثر في الشقه ابدا، او مش بأثر في مكان يعني. بس برغم كده برضو كل فتره بيبقى محتاجه الشقه بتبقى محتاجه مني تنظيف عميق. وطبعا انا عامله معاكم الاوضه ديت قبل الشتاء. بصوا انا مش فرش الشتاء بقالي كتير يعني. انا مش متذكره قوي صراحه انا فرشه امتى، بس انا مش حاسه ان انا بقالي كتير قوي فرشه، ومش حاسه ان انا بقالي كتير قوي يعني عامله التنظيفات العميقه دي. على اللي انا طبعا شفته النهارده دوت في الاوضه، فيعني صراحه ما كنتش متخيله، اتصدمت صراحه، انا اتصدمت معاكم. فالمهم بقى طبعا انا سميت الله كده، اول حاجه حبيت ان انا ابتدي بيها ابتديت بالدولاب بتاعي، لان الدولاب زي ما انتوا كنتوا شايفين هو كان سوق كانتو صراحه يعني. انا بالنسبه لي لما بلاقي الدولاب عندي بقى بالمنظر ده بحس ان انا رحت الوكاله. المنظر الدولاب طبعا بيبقى صعب قوي، والله انا بضحك على نفسي صراحه. انا بحس فعلا والله ان انا
رحت الوكالة، بفتح الدولاب كده بحس ان في فوضى جامدة قوي. مهما بقى اطبق، مهما انا احط الغسيل، مهما انا اظبط الدولاب، ما بقاش في فايدة. بيبقى الدولاب محتاج في الوقت دوت خلاص ان هو ينزل، هو بيبقى خرج عن السيطرة او بينهار كده. فالمهم بقى طبعا انا ما طولتش عليكم يعني الفقرة ديت، عشان خاطر انا كنت كمان عايزة انجز بقى فيها. وانتوا عارفين ان انا كده كده صراحة بيني وبينكم يعني ببقى مكسلة عن تطبيق الدولاب، يعني يمكن اكتر حاجة يعني في كل حد فينا او كل واحده فينا بيبقى ليها حاجه واحده بس ما بتحبهاش في تنظيف البيت او ترويق البيت. بصوا الحمد لله انا كل حاجه بحبها، وكل حاجه بالنسبه ان هي تخص البيت او نظافه البيت او النظافه عموما انا بحبها. بس يمكن بكسل شويه عن ترويق الدولاب يعني او عن تطبيق الدولاب. باجله، لكن مش ان انا دايما بسيبه بالمنظر دوت، لاني انا مش بستحمل صراحه اشوف حاجه تكون عندي مش نظيفه او تكون عندي مش مرتبه. انا مجرد لما بيكون حاجه مش في مكانها بتضايقني صراحه، انا بتضايق يعني. انا عندي الوسواس للدرجه ديت صراحه، اني كل حاجه بحب ان انا اشوفها في مكانها، بحب ان انا اشوفها نظيفه منظمه مرتبه. يعني انا عندي كده، مش عارفه يعني، مش عارفه ده مرض فيا ولا ايه بالظبط صراحه. مش عارفه هي حاجه كويسه ولا هي حاجه وحشه يعني. المهم بقى طبعا زي ما انتوا شفتوا يعني انا مسكت بقى الدولاب كله روقته طبعا، عشان خاطر كنت هنزل الدولاب يعني على السرير وكده. فحبيت برضو ان انا اعمله اول حاجه عشان خاطر اخلص منه. هنا بقى طبعا الكارثه يعني، زي بقى ما بصوا زي ما انتوا شايفين. طبعا ابتديت بقى ان انا اخرج كل حاجه الاوضه بقى بره زي ما انتوا شفتوا معايا كده. المراتب بقى طبعا هدت حيلي، المراتب بتبقى صعبه قوي بالنسبه لي. هنا طبعا انا بوريكم المنظر عامل ازاي عشان خاطر تشوفوا ان انا مش بتبلع على الحاجه، ومش يعني مش نظافه زياده وخلاص. طبعا عندي الاوضه كانت منهاره يعني حرفيا، كانت الاوضه ديت منهاره من كتر كميه التراب اللي كانت فيها. كنت حاسه ان هي النور مش ما بيقيد فيها ما بتنورش. طبعا الحاجه تحت السرير بقى كلها تراب، وطبعا شايفين المنظر عامل ازاي. وجنب السرير طبعا بالذات السرير دوت عشان فوقيه الشباك على طول، وزي ما بقول لكم بيبقى فيه تكسيرات وفيه توضيبات وكده. فالسرير ده صراحه حالته صعبه قوي يعني، حالته سيئه قوي، الله يكون في عونه صراحه. لكن السرير دوت بيبقى يعني كميه التراب تحتيه بتكون قليله شويه، عشان يمكن هو في الجنب يعني زي ما انتوا شايفين كده. مش التراب مش قوي تحتيه، عشان كده كمان بحط البطاطين تحتيه عشان خاطر ما يطولهاش التراب قوي. بس مش معنى كده ان ما بيجيلوش تراب برضو، لا بيجي بس مش زي السرير دوت صراحه. فالمهم بقى طبعا انا ابتديت ان انا اخرج حاجه الاوضه كلها بره زي ما انتوا شفتوا كده، والملل وكل حاجه يعني. كانت عندي بقى الدنيا صراحه لما باجي ان انا اعمل الاوضه ديت الدنيا بتتقلب عندي في الريسبشن يعني. هو يوم بقى بيبقى صعب صراحه. ببقى اليوم ده من اوله لحد اخره كده ببقى ماسكه الاوضه ديت انضفها، لاني انا بنضف كل حاجه فيها، مش بسيب مكان فيها او مش بسيب حته فيها الا لما صراحه بنضفها. فالمهم بقى طبعا ابتديت بقى ان انا امسك البطاطين كده، ان انا لمعها يعني بالرياشه، ومسكتها كمان بالحته. بس صراحه يعني مكانتش مطربه قوي زي الحاجه التانية ديت، بس طبعا لازم كنت امسحها، مش هينفع ان انا اسيبها كده. وهبتدي بقى ان انا اطلع الحاجه بره زي ما قلت لكم. طبعا المراتب عندي صراحه المراتب التاكي بتبقى تقيله قوي، الصوصات فيها بقى وكده صراحه هدت حيلي عقبال ما طلعتها. بس طبعا ما كانش ينفع بقى ابدا ابدا ان انا افرش وعندي الاوضه بالمنظر دوت. الاوضه صعبه قوي وحالتها صعبه، الاوضه بتاعتي كانت بتنهار يا جماعه صراحه. فالمهم بقى خلاص انا مسحت كل الحاجه واللي كانت تحت السرير ونفضتها كويس قوي قبل ما اخرجها للريسبشن عشان ما تبهدليش الدنيا بره يعني. المهم بقى طبعا زي ما شفتوا في اول الفيديو انا كنت جايبه كل ادوات النظافه بقى معايا، المقشه بتاعتي، الزعافه، الرياشه، كل حاجه بحب ان انا اجمعها معايا يعني. كل الحاجه اللي انا هستخدمها في المكان دوت قبل ما اخش الاوضه يعني، او قبل ما اخش المكان. فالمهم خلاص بقى انا كده هبتدي اعمل ايه، هبتدي بقى ان انا انفض الشباك زي ما انتوا شايفين. والشباك مش هينفع ان انا اجيب حته وانفضه كده. مسكت بقى المقشه وابتديت بقى ان انا ازيح كل التراب اللي عليه. طبعا شايفين كميه التراب اللي عليه، او يمكن تكون مش واضحه قوي عندكم، بس انا مجرد ما عملت بالمقشه كده على السلك كميه تراب طلعت من السلك مش طبيعيه. هتقولي لي يا ايه طب انتي سايباها ليه كده، او ايه اللي وصلها لكده؟ انا وهي الاوضه مفروشه طبعا بنفض على طول، بنفض الشباك وبغير معاكم الفرش وانفضها وكده.
بس خلاص الاوضه عندي ديت لما بتتطرب ما بينفعش إن غير ان انا لازم اشيل كل الفرش اللي فيها واطلعه بره وافضي الاوضه كده عشان الاوضه ترجع تنضف معايا تاني، او يرجع او ترجع ننضفها وتبقى نظيفه معايا بقى. بعد كده تكون تنظيفاتها بقى العاديه اللي هي بنغير بقى الفرش، بان احنا يعني كل يوم الترويق العادي، بس يعني ان انا مثلا امسحها، ان انا اشفطها بالمكنسه. بعد كده بيكون الموضوع بيكون سهل عليا. زي ما بقول لكم دايما مش على طول المكان بس هو مجرد ان احنا بنروقه، او مجرد بس ان احنا بنغير الفرش بتاعه يبقى كده المكان بيكون نضيف بالنسبه لك. لا، بيجي وقت صراحه على المكان بيبقى محتاج تعملي له تنظيفه عميقه من تحت الحاجه ومن فوق الحاجه. وطبعا الاوضه ديت بقى زي ما انتم شايفين ما كانتش هتتحمل ابدا لحد بقى رمضان، او التنظيفات بتاعه رمضان او التنظيفات بتاعه العيد وكده. لا، ما كانتش هتتحمل ابدا، وانا مش هينفع كمان ان انا كنت هفرش الاوضه وهي بالمنظر ده ابدا يعني، ولا كاني كنت عملت حاجه. وضميري ما يسمحليش بالكلام دوت صراحه، يعني انا ضميري كده من جوايا ما يسمحليش ان انا يكون عندي اوضه بالمنظر دوت. وكنت استكفى ان انا ممكن المع جنب السرير او المع الشباك وكده. لا، ما كانش ضميري يسمح لي صراحه بالكلام دوت. المهم بقى طبعا خلاص انا نفضت الشباك كده، وابتديت بقى اعمل ايه، ابتديت ان انا ازيح التراب. طبعا انا ما كنتش قادره اخد نفسي صراحه من التراب يعني. بس ما بعرفش البس حاجه يعني، ما بعرفش البس كمامه ولا حاجه. عندي كمامات كتير بس ما بعرفش ان انا البس كمامه يعني وانا بعمل الحاجه، ان انا اصلا مش بطيقها. ما بطيقش الكمامات خالص. انا اصلا ساعه كورونا كنت بمشي في اي مكان من غير، ربنا يا رب ما يجيب لنا ما يعود الايام دي تاني، وربنا يكفينا شر الوباء والبلاء يعني، ويكفينا شر الامراض كلها. بس صراحة انا ما كنتش بعرف حتى استخدمها، ولا كنت بعرف احطها، لان أنا نفسي ضيق فما كنتش بعرف استخدمها. فعندي ان انا اتحمل التراب وما اتحملش الكمامة صراحة ان انا احطها يعني. المهم بقى طبعا كنست الاوضه بقى كويس قوي، ابتديت ان انا الم التراب واتخلص من كميه التراب دي كلها عشان ابتدي ان انا اعرف ان انا اعمل ايه تاني يعني. طبعا عشان خاطر برضو التراب طبعا كان معفر الدنيا قوي، وعشان خاطر لما زعف بقى الحيطان ما يبتديش التراب تاني يطلع لي على الحاجه. فالمهم طبعا كان اهم حاجه وانسب حاجه ان انا كنت لازم اتخلص من كميه التراب اللي في الارض ديت اكتر وتحت السراير يعني. المهم بقى طبعا خلاص انا اتخلصت منها كده والدنيا هديت شويه، وابتديت بقى جبت الزعافه بتاعتي وابتديت ان انا ازعف بقى، عشان خاطر بعد ما ازعف يعني الحيطان لو في حاجه في تراب ولا حاجه وينزل على المروحه، ينزل على الحاجه، وبعد كده هعملها. طبعا زعفت الاوضه بقى زي ما انتم شايفين. بصوا انا عزلت الاوضه في اليوم دوت، عزلتها ما سبتش مكان فيها الا ما عملته صراحه. هنا بقى طبعا بوريكم فوق الدولاب وما ادراك من فوق الدولاب. بص انا طلعت كده جبت السلم بتاعي وطلعت فوق الدولاب، جالي صدمه عصبيه والله العظيم، جالي صدمه عصبيه حرفيا يعني. ايه ده؟ ايه كميه التراب دي؟ جت امتى وليه كميه التراب دي كلها يعني؟ انا مش فاهمه ليه كميه التراب دي. ايه يا جماعه، وانا ما بنضفش الاوضه ديت، وانا ما باجيش جنبها، واحنا كنا مهاجرين الاوضه دي ولا ايه؟ مش عارفه صراحه يعني. انا كنت بكلم نفسي يعني بقول في ايه، هو انا كنت الاوضه ديت ما كنتش بعمل حاجه فيها خالص، ولا انا كنتش بنضفها بقالي سنه ولا ايه؟ المهم بقى طبعا طلعت بقى فوق الدولاب كده، ودي بالنسبه لي كانت الصدمه الكبيره يعني، ان انا اشوف فوق الدولاب. لو اني ما كنتش يعني ما كانش في بالي قوي ان انا اعمله صراحه. قلت ممكن اخلي بقى فوق الدولاب بقى في تنظيفات رمضان. طبعا الدواليب دي ممكن بنعملها ايه في كل مواسم يعني، تنظيفات بقى رمضان، تنظيفات العيد بعد الشتاء، بالذات فوق الدواليب دي. لكن انا والله العظيم فوق الدولاب ده على طول بعمله. انا كنت طبعا لسه منضفاه برضو، وانا كنت بعمل التنظيفات العميقه بتاعه الشتاء، فما كنت ما تخيلش ابدا ان هو كان يوصل للدرجه دي. المهم بقى طبعا طلعت بقى وشفت الصدمه ديت، وكان بالنسبه لي كانت صدمه كبيره، وزي ما قلت لكم اعمل ايه. فطبعا الموضوع ما كانش متحمل معايا بقى مكنسه صراحه يعني، الوقت ما كانش متحمل بقى ان انا اجيب لسه المكنسه واطلعها معايا فوق السلم واشفط التراب ده بالمكنسه. هو انسب حاجه يعني، هي انسب حاجه صراحه بالنسبه لي كانت المكنسه، يعني ان هي تشفط لي التراب ديت. التراب يعني اللي كان فوق الدولاب. طبعا انا بوريكم منظر الدولاب كان بقى عامل ازاي يعني، انا خدت فيه مجهود كبير قوي وخد مني مجهود جبار صراحه. فزي ما بقول لكم طبعا انسب حاجه وافضل حاجه عذرا
ان انا كنت اجيب المكنسه صراحه، وان انا كنت اشفط التراب ده، مع ان طبعا ما يعفرش الدنيا وما يبهدليش الدنيا. بس طبعا المكنسه زي ما بقول لكم هتاخد بقى مني وقت ومجهود، وانا ما كنتش الصراحه فاضيه، يعني ما كانش الوقت عندي سامح ان انا كنت اجيب المكنسه. فالمهم بقى عملت ايه، جبت بقى الجاروف، وجبت المقشه الصغيره ديت، وابتديت بقى ان انا واحده واحده بقى ان انا الم التراب. يعني ابتديت بقى سنه سنه كده يعني هديت ايدي قوي على قد ما قدرت طبعا، ان انا عشان خاطر ما اعفرش الدنيا. وبعدين الترابه ناعمه، والترابه الناعمه دي صراحه بتبقى صعبه قوي. فالمهم واحده واحده بقى ابتديت ان انا لميت كل التراب اللي فوق الدولاب، والحمد لله يعني قدرت ان انا اتخلص منه، بس بعد فتره طويله قوي. طبعا انا اختصرت لكم الموضوع واختصرت لكم الوقت، لان انا بقعد في الوقت، يعني بقعد في الحاجه فتره طويله لحد ما اتاكد صراحه ان هي نتفت والنتيجه بتاعتها بقت مرضيه بالنسبه لي. وجبت بقى الطبق بتاعي والحته كده، وابتديت بقى ان انا الم كل الترابه الناعمه دي تاني، او اللي بقى من الترابه الناعمه فوق الدولاب بفوطه يعني. وحطيت يعني جبت شويه ميه وحطيت فيهم شويه بريل، وابتديت بقى ان انا اتخلص يعني من كل التراب اللي كان باقي. طبعا بقى فوق الدولاب بقى فرق كبير، يعني من قبل وبعد، فطبعا فرق كبير قوي. ونظافته بانت يعني. طبعا كان الخشب بقى بتاعه مبلول، بس مش مشكله يعني. اهم حاجه ان انا اشوفه نضيف وما يكونش فيه كميه التراب دي. خلاص بقى طبعا انا خلصت، وطبعا مسكت بقى المروحه. ما اقدرش ان انا انسى المروحه، مش معنى ان انا بشغلش المروحه فان انا انساها. برضو بيبقى عليها تراب طبعا، عشان انا ما بحطش كفرات للمراوح وكده، فده طبيعي ان هي تكون يتلمي عليها تراب. يعني حتى لو مش شغاله لازم بيكون عليها نسبه من التراب، لازم يعني لازم يكون التراب يعني يجي على الحاجه، برضو ما بيسيبش حاجه صراحه. فالمهم برضو طبعا معايا بقى الطبق دوت صراحه والفوطه كده، وابتديت بقى ان انا المع كل حاجه كده زي ما انتم شايفين زي ما انتم شايفين معايا، يعني محتاجه تتلم. فمسكت بقى المروحه بتاعتي لمعتها كويس قوي ونضفتها من فوق ومن تحت، وبقت زي الفل، ما اقدرش انسى المروحه ابدا. المهم بقى عملت ايه تاني، طبعا انا كده كل شويه كنت بروح اغير الميه، لاني طبعا الحاجه كانت مطربه قوي، كانت مبهدله معايا قوي. فطبعا كنت بغير الميه، وكنت املى ميه نظيفه يعني واجي، بس طبعا كنت بفصل الكاميرا في ده كله. فالمهم طبعا حطيت بقى ايه للشباك، حطيت شويه كلور الوان يعني، عشان خاطر بحب ان انا احط شويه كلور الوان بالذات او كلور جل صراحه. بس انا استكفيت بالكلور الالوان عشان خاطر انضف الشباك. زي ما انتوا عارفين انا ما بعرفش افك الشبابيك ديت. فانا بوفر على نفسي بقى، يعني بنضفها كده وهي في مكانها صراحه. بخاف افكهم، معرفش اركبهم تاني بقى، واحتاج بتاع الالمونتان، وتبقى الموضوع بالنسبه لي يبقى ليله يعني، والشبابيك تفضل مفتوحه قبل ما بتاع الالمونتان يجي. فالمهم بقى طبعا انا بوفر على نفسي كل دوت، وبنضفهم كده كويس قوي وهي الشبابيك في مكانها. طبعا مسكت الشباك بتاعي نفضته كويس قوي، وكمان لمعته زي ما انتوا شايفين صراحه شكله بقى غير يعني. لمعته بقى طبعا كويس قوي، والمجرى بتاعته وكل حاجه اتاكدت من نظافته، حتى كمان السلك بتاعه نظفته. خلاص بقى طبعا خلصت. وبعدين كمان السراير، بمسك السراير كمان المعها معايا، بتلمع معايا وترجع ترد، والخشب بتاعها بيرجع يلمع صراحه كده، بتبقى زي الفل، لان طبعا بتبقى عليها كميه تراب. الخشب بقى من بعد ده كله بيبقى متجمع عليه التراب كله. هنا بقى طبعا خلاص خلصت بقى، واخر حاجه هعملها طبعا هي ان انا همسك الارض امسحها مسحه كويسه قوي ومسحه محترمه يعني. بعد طبعا ما كنستها مره واتنين وتلاته، عشان خاطر ان اقدر ان انا احاول ان انا اسيطر على الترابه الناعمه اللي كانت في الارض ديت. مع اني طبعا الترابه الناعمه ديت مهما كنستي الكنس ما بينفعش ابدا، يعني ما بيهديش الترابه ديت الا الميه. مهما كنستي ومهما قلت انا هكنس مره واتنين وتلاته وتستكفي على كده، مستحيل الترابه ديت بتهدى عن الارض يعني، او عن السيراميك او عن المكان الا بالميه صراحه. فده طبعا اللي بيخليني برضو على طول امسك الريسبشن بتاعي امسحه بميه وادلق فيه ميه وكده، عشان احس ان الترابه دي نوعا ما هديت شويه. الترابه الناعمه دي بالذات مهما كنستي بتلاقيها راحت معاكي في مكان تاني. فالمهم بقى طبعا حطيت ديتول كده، وما كان عندي ديتول صراحه، ما كانش عندي رائحه النظافه وكده. انتوا عارفين ان انا بحب اغير على طول، يعني بحب ان انا اغير على طول عشان خاطر بمل من الروايح وكده، عشان بتعود على الريحه معينه، فما بحسش ان انا شميتها تاني. فبحب ان انا اغير من كل فتره والتانيه. فكنت جايبه ديتول، يعني الديتول كان صراحه برضو بقى لي فتره جامده ما استخدمتهوش، فحسيت ان ريحته حلوه.
المهم بقى طبعا مسكت بقى ورا السراير كده وجنب السراير وفي كل مكان، ابتديت بقى ان انا لمع يعني كل مكان زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بقى ورجعت كل حاجه مكانها، واخيرا بقى همسح الارض ديت. طبعا بص بعد ما مسحت وبعد ما كنست وبعد ما عملت كل حاجه، برضو الارض وانا بمسح بتطلع زي ما بقول لكم انا عندي التراب بيتحول معايا لوبر. لما بحط عليه ميه بيتحول لوبر، يعني انا عندي التراب كده صراحه من كتر ما الترابه ناعمه بتتحول معايا لوبر. فبصوا مهما يعني انا كنست قد ايه ونضفت قدامكم قد ايه، بس برضو وانا بمسح الارض كانت بتطلع معايا وبره. دي بقى الترابه الناعمه اللي انا بقول لكم عليه. والحمد لله وكده خلصت، وكل حاجه في الاوضه بقت بتلمع وكل حاجه بقت بتبرق زي ما انتم شايفين. ادي الدولاب بقى زي الفل الحمد لله، شكله بقى يفتح النفس. كل حاجه فيه بقت مرتبه ومنظمه وشكله بقى صراحه جميل، يعني النظافه بنت عليه. والخشب اتلمع والاوضه بقت فرق كبير. رجعت كل حاجه مكانها طبعا من قبل لبعد، حاجه فرق كبير. طبعا انا خلاص وقفت الاوضه كده على الفرش، مجرد بعد كده ان انا هفرش، وده بيسهل عليا الموضوع ده، بيسهل عليا كتير قوي ساعه الفرش. كل حاجه في الاوضه بتلمع، كل حاجه نظيفه. وكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.